السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. حنشتغل اليوم مع بعض سلطة السيزر. سلطة مميزة جدا، تقدر تتعاملي معاها كوجبة. أصل هذه السلطة مكسيكي واسمها بيرجع للي صنعها سيزر كارديني. بنحتاج إلى صدر دجاج مغسول منيح ومصفى، بدي خس وجبنة. بدنا نعمل إلها صوص ونعرف كيف سر المطاعم لهذا الصوص. وبحتاج إلى خبز فينو أو صمون، بقطعه مكعبات بالشكل هذا وبرتبه بالصينية اللي حتدخل الفرن. خلينا نبدأ نشتغل مع بعض بكل التفاصيل. بداية صدر الدجاج قطعته من النص، بدي أعمله بالجريل. في خيارات قدامك، إما تعمليه بالجريل أو ممكن تقطعيه وتقلبيه بالقلاية مع شوية زيت، أو ممكن تحطيه بصينية وبالفرن. ضفت ملح وفلفل أسود، بدي أضيف زيت زيتون، بدي أقلبه على الناحية التانية وأضيف له ملح وفلفل أسود وأضل أقلب فيه لحد ما يستوي تماما. نيجي الآن للخبز، بضيف له زيت زيتون وملح وتوم بودرة. ممكن تضيفي توم فريش تخلطيه مع زيت الزيتون وتضيفيه. بضيف فلفل أسود وأدخل الصينية الفرن وبحمر الخبز، بدي يكون لونه حلو. الآن بدنا نعمل الصوص. ببشر سن التوم، بدنا نضيف السر اللي بيتعاملوا مع المطاعم اللي هو الأنشوجة. بضيف قطعة أو قطعتين، بخلطهم منيح مع التوم. بضيف مستردة ومايونيز وخل وزيت زيتون وملح، وبقلب الصوص كتير منيح. بدي يكون قوامه زي اللبن. طبعا مقادير الوصفة زي ما عودتكم دايما هتكون موجودة بمربع الوصف تحت الفيديو. الخبز طلعته من الفرن لونه كتير حلو، والدجاج بدي اقطعه بالشكل هذا. الخس مقطعاه ومرتباه بصحن التقديم. بدي اضيف من الصوص للخس.